لا يدرك أحد منا مراده وما عزم عليه وما عقد عليه النية بدون عون من الله، فسألوه العون. تريد تقرأ تختم كذا وتصلي، وإذا دخل رمضان كأنك تحمل جبل رضوى فوق كتفيك. الخطى إلى الطاعات بطيئة جدا. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، وإن كان يعني العون من الله للفتى تهيأ له من كل أمر مراده. ولذلك تفهمون النبي صلى الله عليه وسلم، تفهمون عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ في الحديث رواه أحمد وغيره أن معاذ قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي وقال: يا معاذ إني لا أحبك. فقال: وأنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله وإني لا أحبك. فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك. إذا لم يعينك الله لم تعن. فهذه سألوا الله تعالى قبل رمضان: يا رب أعنا على ما تريد وعلى ما يرضيك وعلى القيام وعلى الصيام وعلى كذا وعلى كذا، أعنا على ضبط النفس، أعنا على تطهير الصيام، أعنا على أن تسلم لنا رمضان وتتقبله منا وهلم جرا.